انتهت مواجهة الزمالك والمصري البورسعيدي في الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف. بدأ الزمالك اللقاء بضغط مبكر وتركيز هجومي واضح، وفي الدقيقة 22 سجل حسام عبد المجيد هدف التقدم للزمالك من ركلة جزاء. عاد المصري سريعاً إلى أجواء المباراة، وفي الدقيقة 34 سجل صلاح محسن هدف التعادل من ركلة جزاء. في الشوط الثاني ارتفع إيقاع اللعب، وظهر إصرار الزمالك على حسم المواجهة، واستمر الضغط حتى الدقيقة 75 حين سجل عدي الدباغ هدف الفوز للزمالك ليحسم اللقاء. بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط متصدراً المجموعة، بينما يمتلك كايزر تشيفز 7 نقاط، ويمتلك المصري البورسعيدي 7 نقاط أيضاً. فوز بالغ الأهمية للزمالك في ظل الظروف المادية الصعبة وإيقاف القيد. ورغم كل التحديات يواصل الزمالك مشواره القاري بثبات، ويؤكد حضوره القوي في البطولة الإفريقية.